صهيون. اللي حصل ان استاذ فنجان كان بيدي كل قرش لشخاوي بفلوس وبسكرينات ومسجل له كل المكالمات، تمام. ففي مره البنت بياعه الفجل ام فزق طلعت وعلت صوتها على سيدها صهيون وقالت له: جرى ايه يا استاذ فنجان؟ احنا عنا من فولاذ مش من ازاز، لو عندك لينا سكرينة فلوس طلعها. وهوب قام فنجان منزل 14,000 جنيه. طلعت قالت ايه؟ جرى يا استاذ فنجان، دي كانت هدية دعم نفسي، ما اخدناش حاجة تانية. هوب قام منزل له سكرينة 3000 جنيه شخاوي كان اخدهم، لان شخاوي قاعد يقول ايه؟ شخاوي قاعد يقول ايه؟ انا يا جماعة مش فاضي، وانا ايه فلوس ما اخدتش من حد، ولو انا اخدت منك حاجة غير ال 14,000 جنيه، الجنيه خدهم 1000. قام فنجان منزل منتدى عالمي قال له: انا مش عايز الجنيه 1000، انا عايز ال 3000 جنيه اللي اخدتهم مني سلف وما رجعتهمش. قام ايه؟ هوب قام منزل له 3000 جنيه. قامت طلعت مدام ام فضل قالت له: ضربناك على عينك، مالكش عندنا جنيه. وطلع عند كلاني، وبعد كده خلى كلاني احمد كلاني يتوسط ما بينه وما بين فنجان يخلصوا الموضوع. طلع شخاوي عند كلاني وقعد يجعر في صوته ويقول ايه؟ طلعوا السكرينات وخلوا الناس تفهم الليلة على ايه، وكلنا نتفادح، بس لازم فنجان يطلع سكرينات رشا معايا. بس طبعا الفكرة في ايه؟ رشا ما كانتش بتنكر. رشا لما كان جوزها طلعت قالت: انا اخدت غسالة ولا معرفش اخدت تلاجة، انا مش فاكرة. رشا ما كانتش بتنكر. هي مدام غدوش فجلة تطاولت على استاذ فنجان صهيون، قام ايه؟ ضاربهم على عينيهم. ومن ساعتها اقول لكم حاجة حصلت منورة يا ام نور يا نارين منوعات، ومن ساعتها حاجة حصلت مش هتصدقوها. تيجي سيرة فنجان غدوش جسمها بيترعش وتتحسس في الكلام. مدام الهبلة ام عبده. مين الهبلة ام عبده؟ معرفش هي اسمها هبلة ليه، بس احنا كنا بنضحك عليها. بنضحك عليها. بره يا أسيل، بره يا أسيل يا زبالة، لسه هنتكلم عليك، استنيني انت بس اللي جبتيه لنفسك. هبلة ام عبده احد اكبر الداعمين لقناة فنجان قهوة، وعندهم كده اسلوب في التطبيل اللي ما تجدوهوش عند حد. يعني مثلا ايه؟ لما كانت بتطبل لشخاوي تقعد تقول ايه؟ المعلم استاذ اخو جوز غدوش يدافع عن عرضه وكرامته، المعلم، وكانوا ينفخوا فيه بقى وبتاع، وهي وايه؟ صدق الليلة